اهلا بيكم دكاترة تالتة اعدادي في فيديو جديد من فيديوهات المراجعة النهائية. في الفيديو ده هنحل اهم الاسئلة اللي بتتكرر في الامتحانات، فياريت نركز في كل سؤال ونحل السؤال قبل ما نشوف الاجابة. ولكن قبل ما نبدأ في الفيديو اتمنى ندعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة، وخلي بالك في اخر الفيديو هيكون في اسئلة هتحلها بنفسك وتكتب الاجابة بتاعتها في التعليقات. نبدأ بالسؤال الأول، بيقول لي تحركت سيارة بسرعة 80 متر على الثانية، وعندما ضغط السائق على الفرامل تناقصت سرعتها بمعدل 2 متر على الثانية كل ثانية. احسب سرعتها بعد مرور 12 ثانية من لحظة الضغط على الفرامل. تمام، نبدأ نكتب في الأسئلة اللي زي كده، نبدأ نكتب المعطيات. أول حاجة في المعطيات بيقول تحركت سيارة بسرعة 80 متر على الثانية. 80 متر على الثانية يعني عندنا السرعة الابتدائية عين واحد هتساوي 80 متر على الثانية. تمام، بعد كده بيقول لي تناقصت سرعتها، يبقى دي عجلة موجبة ولا عجلة سالبة؟ يبقى دي عجلة سالبة. بمعدل 2 متر على الثانية كل ثانية، يعني بمعدل 2 متر على الثانية تربيع. 2 متر على الثانية كل ثانية يعني 2 متر على الثانية تربيع. يبقى العجلة هتساوي سالب، لأن عجلة سالبة، 2 متر على الثانية تربيع. طالب مني في السؤال وبيقول لي احسب سرعتها بعد مرور 12 ثانية، يعني الزمن عندي بكام؟ ب 12 ثانية من لحظة الضغط على الفرامل. كده احنا بقى عندنا كل المعطيات بتاعة السؤال. نقدر نكتب القانون. القانون العجلة بيساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. تمام، لغاية هنا نعوض في القانون عادي خالص. الجيم هو مدهاني بسالب 2 هتساوي عين 2 معرفهاش ناقص عين 1 80 متر على الثانية، دلتا زين ب 12 ثانية. يبقى نضرب طرفين في وسطين بالشكل ده. لما نيجي نضرب عين 2 ناقص 80 في 1 هتنزل عين 2 ناقص 80 هتساوي سالب 2 في 12 هتطلع لي بسالب 24. يبقى معنى الكلام دوا ان عين 2 هتساوي سالب 24 زائد 80 تساوي 56 متر على الثانية. يبقى الإجابة معانا هتكون 56. السؤال اللي بعده بيقول لي النسبة بين عدد الكروموسومات الموجودة في خلية جلد. خلية جلد دي ايه؟ تناسلية ولا خلية جسدية ولا خلية جنسية ولا ايه بالظبط؟ طبعا دي خلية جسدية. بيقول لي في خلية جلد احد الحيوانات. تمام، الى عدد الكروموسومات في خلية احد المبيضين. لازم احدد برضو نوع الخلية، خلية جسدية تناسلية ولا جنسية؟ طبعا دي خلية تناسلية. نبدأ أول حاجة، الخلية الجسدية عدد الكروموسومات فيها 2N، والخلية التناسلية أيضا عدد الكروموسومات فيها بيكون 2N. لما نجيب النسبة بين 2N إلى 2N هتساوي 2N هتروح مع 2N هتساوي 1 على 1، يعني 1 إلى 1. يبقى هنختار الإجابة معنا هتبقى 1 إلى 1. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا وضع جسم طوله 8 سنتي على بعد 10 سنتي أمام مرآة محدبة بعدها البؤري 5 سنتي، فإن طول الصورة المتكونة يساوي نقط سنتيمتر. نركز في الكلام كويس. هو بيقول لي إيه؟ بيقول لي أمام مرآة محدبة. طالما مرآة محدبة يبقى الصورة على طول هتكون معتدلة تقديرية مصغرة أو تقديرية معتدلة مصغرة. فالصورة هتكون بالخواص دي
مهما كانت عند اي موضع. اهم حاجة ان هي تكون امام المرآة، امام المرآة المحدبة. يبقى الجسم اذا كان عند اي موضع هيتكون له صورة تقديرية معتدلة مصغرة. مصغرة يبقى طولها هيكون اقل من 8. ندور في الاختيارات على حاجة اقل من 8. 10 غلط، مش هتنفع. اكبر من 8. 16 غلط. 8 غلط. هنلاقي الوحيدة اللي اقل من 8 هي ال5. يبقى الصورة المتكونة هتكون 5 سنتي، لان زي ما قلنا الصورة هتكون مصغرة مهما تغير موضع الجسم. السؤال اللي بعده نفس الفكرة، بيقول لي عند وضع جسم طوله 4 سنتي على بعد 8 سنتي من مرآة محدبة، فإن طول الصورة المتكونة، طبعا الصورة المتكونة هتكون تقديرية معتدلة مصغرة، يعني الطول هيكون أقل، طول الصورة هيكون أقل من 4، أقل من طول الجسم. يبقى هنختار على طول أقل من 4، أقل من 4 سنتي. السؤال اللي بعده بيقول لي استخرج الكلمة غير المناسبة واربط بين الباقي. العجلة، الطول، القوة، الإزاحة. طبعا هنختار الطول، لأن الطول هو الوحيد كمية فيزيائية قياسية، إنما الباقي العجلة أو القوة أو الإزاحة كميات فيزيائية متجهة. 2. القوة، العجلة، الزمن، الإزاحة. هيكون المختلف ما بينهم هو الزمن، لأنه كمية فيزيائية قياسية. القوة والعجلة والإزاحة كميات فيزيائية متجهة. السؤال رقم 3. معكوسة مساواة للجسم معتدلة حقيقية. هنختار طبعا حقيقية. حقيقية. ليه هنختار حقيقية؟ معكوسة ومساوية للجسم معتدلة دي خواص الصورة المتكونة في المرآة المستوية، خواص الصورة المتكونة في المرآة المستوية. يبقى لما يقول لي وأربط بين الباقي بكلمة، أقول له خواص الصورة المتكونة في المرآة المستوية. 4. البويضة، المتك، الخصية، المبيض. تمام، هنختار البويضة. طب اشمعنى البويضة؟ المتك والخصية والمبيض دي خلايا تناسلية، خلايا تناسلية، انما البويضة دي تعتبر من الخلايا الجنسية او مشيج مؤنث، فمش هتنفع. ندخل على اخر حاجة معانا، اسئلة الحصة. بيقول لي ضع علامة صح او خطأ. 1. يهدف الانقسام الميوزي إلى تكوين أمشاج. 2. يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا الجسدية. السؤال اللي بعده، علل. يستحيل الحصول على صورة حقيقية باستخدام العدسة المقعرة. يا ريت نحل الأسئلة ونكتب الإجابات بتاعتهم في التعليقات، وبكده نكون انتهينا من حصتنا. حلينا فيها أهم الأسئلة المتوقعة في الامتحانات. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية.